سبحان الله، في القرآن قرن الله تعالى بين مصر وبين مكة، فقال سبحانه وتعالى عن مكة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ولما ذكر الله مصر قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر رائدة إلى الآن في العالم العربي أدبا ونقدا وخطابة وفي كثير من الميادين، حتى في العلوم الطبيعية. يقولون بالعامي: يا داخل مصر منك ألف. الله. إن كنت عبقري ترى قدامك ألف عبقري، إن كنت شاعر قدامك ألف شاعر، إن كنت شيخ قدامك ألف شيخ. بالله بالأمس بكيت بقول: يا أخي إيش البلد هذا، والله العظيم، مع احترامي لكل إخوان العرب، وما شاء الله ما في دولة عربية إلا فيها برضو نوابغها وعطائها، بس مصر بالذات والله العظيم متميزة. يا أخي إيش البلد هذا، هذه بلد العباقرة، بلد العلماء، بلد المفكرين، بلد المقرئين، بلد الفن. إيش عجيب قدرات هذا الشعب، قسما بالله شيء مذهل مذهل. مصر بلد طيب حقيقة، وأهلها شعب طيب، وأكثر بلد ارتحت فيه من بلاد العرب هي مصر. أنا عندما أتعامل مع المصريين أنا أتعامل مع أحفاد أنبياء، أتعامل مع أحفاد الصحابة. شعب ودود يحبون الغريب حقيقة ويحترمون الغريب، بل الغريب يعيش كما يريد، لا أحد يتدخل في حياته، تلبس ما تشاء، تفعل ما أحد يقترب منك. وأنا في الشارع أسأل الشخص المصري وقد يكون جاوز 80: أين المكان الفلاني؟ فيصر إلا أن يأخذني بنفسه. فهذه العادة حقيقة موجودة عند المصريين، وهي عادة حسنة. الغريب يحترمونه ويساعدونه، الناس جميعا. إذا الإنسان يحتاج إلى مساعدة الناس يفزعون من كل مكان إلى مساعدته. مصر سماها يوسف خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض. هي خزائن الأرض في العلم والمعرفة والريادة والأدب والشعر والفلوس والمال. شعب عشري، عشرة، يحترم العشرة، يرحب بالوافد، كأنك تعيش معهم من زمان. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الصحابة سيفتحون الشام، سيفتحون العراق، سيفتحون اليمن، وسيفتحون مصر، لكنه اختار مصر ليوصي الصحابة بأهلها. قال: إنكم ستفتحون مصر فأحسنوا إلى أهلها. بعض الناس ربما أخذ نظرة عن المصريين من خلال المسلسلات، وكذا هذا خطأ. يعني حقيقة لا يوجد شيء من الواقع، يعني المسلسلات والأفلام تخالف حياة مصر تماما. مصر أكثر بلد فيه حجاب، والمسلسلات والأفلام صورت لنا مصر على أنها بلد يعني الكشف والسفور والعري إلى آخره. من العادات اللطيفة التي وجدتها في مصر عند جميع المصريين، والحقيقة هذه من آثار الإسلام العظيم. ما هي هذه العادة؟ إذا ما أراد أحدهما أن يودع الآخر إلى سفر أو إلى مهمة أو إلى مكان بعيد، يقول أحدهما: لا إله إلا الله، فالثاني يجيب: محمد رسول الله. وأسمعها كثيرا ما كنت أفهمها، حتى علمت ماذا يريد المصريون بهذا. يريدون أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله لا يفترقان، فهذا من التفاؤل أنهم يجتمعان. يوم فتح مصر كان عند الناس فتح، عند المسلمين قضية. عمرو بن العاص فتح مصر، استبشر الناس بها لأنه فتحت الخيرات على الأمة. تصور في عام الرمادة عمر رضي الله عنه بحث في الدول الإسلامية ما وجد مثل مصر، أرسل لعمرو وغوثاه كتب عمرو بن العاص لعمر: والله لو أرسلنا لك قافلة أولها عندك وآخرها عندي في مصر. وجاءت الحبوب وجاءت الخيرات وجاءت الفواكه إلى المدينة. المصري تدخل إلى قلبه مباشرة، أمة حضارة، يعني يستقبل ويرحب ويحتفي. ذهبنا في بورسعيد على الساحل نمشي كذا، أتى وقت الغد يمكن 2 معنا 3 آخرين، فقلنا لأحد المارة: والله لا نعرفه ولا يعرفنا. وقفنا قلنا: يا أخ تعرف أن مطعم أسماك جيد؟ قال: لي أعرف. فمشى معنا، مشينا معه، نزل الشارع، نزلنا الشارع، دخل الحي، قلنا: الحي؟ قال: لا، في مطعم خاص نعرفه. صدقنا، مشينا، دخل بنا في بيته. قلنا: ما هذا؟ قال: يعني أما أستحي من الله أنكم أواجه ناس يسألوني عن مطعم أو أدلهم على مطعم، والله ما تغدون في بيتي. هذا من الشارع. في طبعا لا، فيهم الكرم فعلا، وفيهم قبول الآخر، ولا تجد نفسك غريبا في مصر جدا. كل الذين يرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، كسرى، هرقل وغيرهم، يرسل إليهم برسائل فيردون إما برسالة، وبعضهم يغضب ويمزق الرسالة، وربما أيضا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل هرقل. أما المقوقس فأخذ الكتاب ووضعه في إناء من عاج من تعظيمه له، وأكرم حاطب بن أبي بلتعة الذي جاء بالرسالة، ثم أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأهدى إليه مارية القبطية ومعها فتاة أخرى ومعهما عبد يخدمهما، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم دابة
وقيل أهدى إليه عسلا من بنها. هذا التعامل والإكرام من المقوقس لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو رجل غير مسلم، لا تستغرب أن يكون هذا يعني هو جد من أجداد المصريين. لما ذكرت قصة موسى قلت هذا جد من أجدادكم. نعم. أكيد من ذرية موسى من بقي. يوسف عليه السلام وإخوانه أكيد أنه لا تزال ذرياتهم باقية في مصر. 350 صحابيا زاروا مصر أو سكنوا فيها أو حكموها، هؤلاء أكيد لهم ذريات. فأنا عندما أتعامل مع المصريين أنا أتعامل مع أحفاد أنبياء، أتعامل مع أحفاد الصحابة. مصر بلد العباقرة، بلد العطاء الذي لا ينضب. بس في تجويد القرآن الكريم أتحدى جيب لي أعظم مجودي العالم، بتلاقي مجود مصري من الطبقة الثانية يلعب بهم جميعا بضيعهم. طب ليش؟ إيش السر يعني؟ صح ولا لا؟ شو تقول لي؟ ما في، القرآن لم يقرأ إلا في مصر. أحلى صوت، أحلى طريقة لقارئ غير مصري مسكين يعتبر ضعيف لسه، جيب لي مقرئ مصري. ايش هالناس هذه يا اخي؟ ايش هذا يا رجل؟ يجلس هيك كانه آلة ولا حاجه بكل بساطه، ويبدا لك طول النفس، تنويع المقامات، الجمال، الاحساس بالقراءه، شيء خارق قسما بالله العظيم، خارق اعجاز. مصر ام الدنيا ومش كلام، مصر كبيره برشا، مصر اكبر مني ومن كلامي على مصر. القاهرة كانت تسمى باريس الشرق، مصر التي كانت تكتب للعرب من توفيق الحكيم وطه حسين ونجيب محفوظ وأحمد شوقي والمنفلوطي، مصر رائدة الصحافة من حسنين هيكل ليسري فودة، مصر اللي أعطت من دمها مصر لنصرة القضية الفلسطينية من 48 و52 و67 و73، مجزرة مصنع أبو زعبل ومدرسة بحر البقر. مصر انطلق صلاح الدين الأيوبي لتحرير القدس، لأن المصريين يسحقوا أفضل من هذا، المصريين يسحقوا أفضل من هذا بكثير، وإن شاء الله المستقبل أفضل. تحيا مصر. مصر مقدسة، الحكاية نتاعها شوف باش مقدسة مصر عند المصارى، الحب المصر، المصارى يحبوا مصر، الوطنية المصرية عادي. شوف وطنية مصرية مالا شنو. والفنانات تخلق المسلسلات اللي شفناها، جمعة الشواني وجمعة الهوان، رأفت الهجاني هو رفعت الجمال، مسلسلات سيري تاع مسلسلات تاع ملفات المخابرات المصرية، دموع في عيون وقحة ورأفت الهجاني. لا فما أكثر من هكا، وأنا فوجئت عندي مدة هكا نقرأ ونطالع في الأشياء هذيا، فما مطرب فوجئت إنه عميل مزدوج اللي هو سمير اسكندراني. شكون يعرف سمير اسكندراني؟ سمير اسكندراني اللي هو رسام وفي ايطاليا ويتقن برشا لغات، مره لفائده مصر سماها يوسف خزائن الارض، اجعلني على خزائن الارض. هي خزائن الارض في العلم والمعرفه والرياده والادب والشعر والفلوس والمال. مصر ام الدنيا ومش كلام، مصر كبيره برشا،